بغض النظر عن الشهادات، في ناس معهاش شهادات واذكى من حسني مبارك وانزه من حسني مبارك. المشكله مش الشهادات ومش المشكله في 48%، المشكله في انه يعني لا يرعى فينا الا رغبتنا، ولا ملوش علاقه بالفكر والثقافه. لا يمكن حاكم مصر الا يكون مثقفا، لا يمكن. امال الحاكم هيبقى اجهل من ده؟ امال مين اللي يكون مثقف ان شاء الله؟ اذا كان هيدير شؤون مصر يبقى جاهل. انا قعدت معاه 7 ساعات في الطياره كصحفي، رحت معاه جده اول مره، اتشرف بطلعته البهيه على الكرة، واقعد معاه في غرفه واحده في الطياره، مش لوحدي، مع كل رؤساء التحرير. 4 ساعات رايح او 3 ساعات جايه والعكس، حسب اتجاه الريح ما تبقاش المسافه متساويه. فانا قعدت 7 ساعات مع مبارك في سنه 98 اني الاقي معاه موضوع مفيد اتكلم فيه، مفيش موضوع واحد مفيد لله، موضوع داخلي او خارجي او قانوني او سياسي او بتنجاني او اي حاجه مفيد. يتكلم في الكرافطات يقول له يا جمال يا بدوي، جمال بدوي الله يرحمه الرئيس عليه الوقت، يقول ايه يا راجل، هو عارفه بقى سافر معاه قبل كده، يقول له ايه يا راجل في الكرافطه الشيك دي؟ يقول له تحدي يا جمال، في واحد بيبيع كرافطات في الكوربه انما ايه؟ ولا تعالى ونشوف، جيب شويه كرافطات عقدان وظيفه يعرف الكرافطات والشرابات ومقاسات القميص والبدل اللي بيجيبها من فرنسا. ان 7 ساعات مش لاقي موضوع مفيد اتكلم معاه فيه، والحاجه الوحيده اللي خدت منه موافق عليها طلع كذاب فيها. الحاجه اللي هو ما اتكلمش انا اللي اتكلمت، فاني صح عنك. اما جيت مصطفى بكري وهو من يعني قريب منه، قال له عايزين نخلص زميل مجدي من حكم من قضيه الانفي، عاوزين نتعامل معاه على قضيه تحليليه، ورفع عليا 17 قضيه ب 17 سنه سجن. عايزين نديله يا ريس، عايزين ننقذ مجدي من احتمالات السجن. قلت له انا اسف يا ريس، عايزين نعمل مصالحه. قلت له انا اسف يا ريس، لا انا ما بعملش مصالحه مع واحد فاسد، وهو كان طلع من الوزاره ساعتها. قال لي امال ايه الحل عندك؟ قلت له اولا انا ما اشتكيتش من السجن، انا قلت له انا زعلان حتى ما اشتكيت، ده مصطفى بيقول. قال لي امال انت عايز ايه؟ قلت له لا انا عايز اقول لك حل تاني، حل مش خاص بيا، ان محدش بيحجز الصحفيين غير الوزراء والمسؤولين، وانت تأمرهم بيسمعوا كلامك، قول لهم يبطلوا يرفعوا قضايا على الصحفيين، مش انا بس، كل الصحفيين. وكان عندنا بتاع 30 40 قضيه اخرى، بس في النهايه ما كانش حد بيتحبس غيره. ايه خلينا قال لي وبعدين قال لي ده الموضوع المفيد اللي انا عرفت اتكلم معاه فيه، وهو ما كلمش، هو بس وجدني. قلت له حضرتك تؤمر الوزراء بتوعك ان يسحبوا القضايا دي؟ قال لي ويعملوا ايه؟ يبعتوا لك، مش انا كتبت هاجمك يا وزير؟ القانون كويس جدا في الموضوع ده. قال لي ايه؟ قلت له قانون يبيح الرد بنفس العمق وبنفس المكان وبمساحه مضاعفه. يعني لو انا عملت منشات من الانفي الصفحه الاولى لازم لو قررت لازم احطه في نفس المكان. قلت له في حاجه احسن من كده، ولو ما نشرتش هتحبس 3 اشهر. وانا موافق على الحبس اللي مقارن، القانون ده كويس. قال لي والله فكره كويسه يا صفوت. الطياره بقى فيها اوض كتير زي القصر، الطياره بتاعته اكبر من بيت ابونا، فيها 17 اوضه ولا حاجه. تخش تلاقي الوزير ده بيلعب كوتشينه العادي يترشح رئيس الجمهوريه، كان قاعد وهو قاعد كده بيلعب كوتشينه وعايز يترشح رئيس الجمهوريه. المهم تعالى زفر، جه زفر هات خدام، يا ريس جاب لي الاوضه الثانيه، فندم. قال له اسمع مجدي بيقول ايه؟ قلت له كذا كذا كذا. قال لي خلاص هات لي كل القضايا المرفوعه الصحفيين وانا هقول للوزراء يسحبوها. بعد كام يوم ده موضوع مفيد وإدارة مع مبارك،
كنت كويس والله، طلعت من الرحله ان انا حميت الصحفيين من الحبس، فكويس لان ده حمايه حريه الصحافه مش وليكم، مش للصحفيين كشخص عشان نتكلم. انا بتكلم بحريه مش همين في السجن، لكن الباقيين مش مستعدين يخشوا السجن كل يوم. بس تاني رحله كنا رايحين، انا رحت 3 رحلات بس وبعدين مره بياخدني معاه لما رفضت شروط الدكتور. جيت المره الثانيه كنا رايحين شط معين او شطوشكا ما اعرفش، المهم قابلت صفوت شريف وقلت له خد يا حبيبي ادي رحت النقابه، ادي كل القضايا، ادي ظرف بتقوله في مطار القاهره في الجناح الرئاسي، مش في الجناح بتاعكم انتوا بتاع الشعب، الجناح الرئاسي اللي بنطلع منه على الطياره. قلت له اتفضل يا استاذ صفوت، كان وزير الاعلام هو ساعتها، اتفضل ادي اسامي كل الصحفيين المرفوع عليهم قضيه والقضايا. خدها ومحدش رد عليا لحد دلوقتي لحد ما اطيح. فادي الموضوع الوحيد اللي مبارك وافق عليه قدام كل الصحفيين. ادي فاذا كنت بقول لكم خبرتي 7 سنين معاه، 7 ساعات معاه. ادي ما بيعرفش يتكلم اي موضوع، لما تقنعه بموضوع كويس يكذب عليك وما ينفذوش، سواء من صفوت لا يجرؤ انه ما كانش ينفذ تعليمات لو مبارك جاد. فادي الموضوع. فاذا انتهى حكم الفرد، احنا عايزين ايه بقى؟ وصلت الوقاحه للتنظيم من حكم الفرد. عظيم وهو الوحيد المتناسب مع مصر، واللي بيقول كده استاذ مثقف اسمه مفيد شهاب يقول لك النظام الفرعوني ده قبل الثوره مصر ما ينفعش تتحكم الا بواحد. يعني احنا عبيد يا ابن الايه؟ احنا شعب عبيد يا ابن الايه من شعوب العالم. لا، لن يحكمنا فرد بعد الان، والتوريث لا يوجد في الاسلام. الحاكم بالشورى، الحاكم اجير، الحاكم وكيل، الاجير ممكن تفصله، الوكيل تسحب توكيله حتى ما تستناش يكمل المده. لو لخبط الدنيا تجتمع الامه زي ما عملت في التحرير، دي سحب ثقه، سحب ثقه. وفي بعض الدساتير تنظم زي ما انا قلت في برنامج مانشيت اذا كان حد شافه، في دساتير بتنظم زي فنزويلا سحب الثقه قبل انتهاء المده. مفيش حاجه، ده الاسلام. الاسلام هو الديمقراطيه العظمى باحسن احوالها. هذه بضاعتنا ردت الينا. الاسلام هو العالم الغربي اللي الحاكم ينتخب، الاسلام اللي هي البيعه، الاسلام هو العالم الغربي كل اساليب الحضاره الحديثه. هذه بضاعتنا ردت الينا. وبالتالي الحاكم اجير زي المحامي، تديله توكيل تقدر تسحبه منه في اي وقت. فاذا الحاكم ما يمشيش على يا يمشي على عجيب ما يلخبطوش يمشي له. مش حتى ما نستناش لو الموضوع بلغ به السوء الى هذا ما نستناش ال4 سنين. لكن لو كان يعني نص نص اهو هنستحمله، احنا غلطنا اخترناه، يبقى مع السلامه. الانتخابات حره نزيهه لا يزور فيها صوت واحد. بقول لكم لن يزور صوت واحد وانتم امناء على هذا. سيكون في قاضي على كل صندوق. وفاكرين المرحله الاولى، انتم ما كنتوش مرحله اولى. المرحله الاولى في انتخابات 2005 كانت نزيهه 100%. مصر مش معجزه، مش معجزه ان مصر تكون فيها انتخابات نزيهه زي ما تركيا وزي بلاد كتير. فاذا نحن دوله مؤسسات، مفيش حاجه اسمها فرد. في مؤسسه حقيقيه اسمها مجلس الشعب، في مؤسسه حقيقيه اسمها القضاء. احنا ما عندناش برنامج خاص بالقضاء الا للقضاء له انفسهم. كل مشروع نادي القضاء بقياده المستشار زكريا عبد العزيز استقلال القضاء احنا معاه في الموضوع. واعتقد اللجنه الدستوريه متجهه لهذا، اشراف قضائي كامل وقاضي على كل صندوق. وهذا سيعود بنا الى الانتخابات تبقى في 3 مراحل و3 ايام. زي ما قلت لكم العصابات التي كانت تحكم عايزه تنقل النقطه قبل ما ننتقل لنقطه اخرى بتاعت العصابات اللي اشار اليها فتحي ابو معالي لما قال احنا مش عارفين نعد الثروات اللي بنعمل
مش من العقليه. عايز قبل ما اسيب نقطه الحريه عايز اقول تدرس للتاريخ. احنا نزعنا ثمان خليل. احنا اول من دعا العصيان المدني عام 94. وفي كتاب كنت في السجن بتهم